ازيكم؟ دي قراية تاروت. يا رب تبقى سريعة، اعتقد كل واحدة حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. آه عندنا مجموعتين النهاردة. المجموعة الاولى، دي المجموعة الاولى، هذه الصدفة، والمجموعة التانية. النهاردة القراية عن لو حاسس ان حالتك واقفة، حياتك ما بتمشيش، مش عارف تعمل ايه. باختصار هنقول اول حاجة، حالتك دلوقتي نعمل انرجي تشيك ان عشان تعرف او تتأكد ان الفايل ديت اللي اخترتها بتاعتك. هنشوف فيها انت حاسس بايه او بتمر بايه. وتاني حاجة هنجاوب على سؤال ايه اللي ناقصك او ايه اللي محتاج تعمله او ايه اللي محتاج تعرفه او تحسه حتى. دي قراية سريعة يا رب تساعدك في حياتك. زي ما قلت كده، المجموعة الأولى، المجموعة التانية أشوفك في الفايل بتاعتك. المجموعة الأولى اخترته الشكل ده. هنبتدي بأول سؤال. حالتك ايه دلوقتي، او هنعمل انرجي تشيك ان. الجزء ده بتشوف فيه طاقتك. لو لقيت نفسك في الحالة اللي انا هوصفها دي يبقى القراية دي بتاعتك، لو ما لقيتش يبقى القراية دي مش بتاعتك. ممكن تكون حاسس ان انت محبوس في حتة، والحتة دي انت مش عايز تخرج منها. يعني كأنك عامل زي الميرميد دي، موجود في ازازة، او وضعك زي ما هو ما بيتغيرش. وفي نفس الوقت انت مش عايز او مش قادر ان انت تخرج منها. ايا كان بقى، دي قاعد بتفكر كتير، منعزل عن الناس، في مشكلة ما بتنتهيش، whatever بقى، كل واحد طبعا ايه مش زي التاني. ممكن تكون مش قادر ان انت تبص على الجانب الايجابي. يعني مكتوب هنا البرايت سايد، عيني جاية عليها. انا بقرب طبعا الصور من الكاميرا علشان يعني ايه تبص معايا وتشوف انت حاسس بحاجة ممكن يكون غير اللي انا بقولها. الكارت ده بيقول when you can't look on the bright side، لو متقدرش تبص على الجانب المضيء انا هقعد معاك في الجانب المظلم. فانت تكون مركز على الجانب المظلم اكتر ومش شايف ايه اصلا، يعني البرايت سايد بقى من الموقف اللي بيحصل لك ده، ولا يعني ولا ان في مثلا اي امل. فانت قاعد بقى في الداركنس يعني. ممكن تكون في حاجة مكسورة، سواء جواك مشاعر، حاسس ان انت مكسور، او ان انت مثلا خارج من علاقة، بس في حاجة مش مظبوطة. ممكن تكون حاسس بالقرف. يعني كلمة بيتش هنا محسساني اللي هو يعني حاجة كده زي النحس ده، مش بمعناها الحرفي او المعروف يعني. او ممكن تكون بتدور على secret ingredient، يعني من الموقف ده عمال تقول هو ايه اللي ناقص، ايه بقى اللي ناقص في حياتي دلوقتي، او المفروض اعمل ايه.
بص معايا على الكلمات دي. ممكن تكون في حاجة منهم هي اللي انت بتدور عليها، يعني هي هنا جوي فرح، بالانس توازن، سيرينيتي هدوء او سكينة، creativity الابداع، happiness السعادة، contentment الرضا، I am free انا حر، tranquility الهدوء تقريبا، love حب، direction الاتجاه، focus التركيز، وفي هنا كلمة security الأمان. ممكن تكون حاجة من دول ناقصة أو هي دي اللي بتدور عليها في حياتك. الكارت ده كارت مقلوب، معبرة بصوا عن بنات قاعدين جوا كأنهم زي علبة سردين، وهنا يعني دول هنا 3 بنات ودول هنا راجلين. لو انت راجل بتشوف الفيديو ده ممكن تكون حاسس ان انت مقفول في زي موقف ما، او حياتك متقفلة فمش عارف تتحرك. مش لازم طبعا يكون اللي بيشوف الفيديو ده راجل، ممكن تكون طاقتك الذكورية هي اللي مش عارفة تتحرك. يعني احنا عندنا طاقتين، الذكورية والأنثوية، فممكن تكون طاقتك الذكورية مش عارفة تتحرك، مش عارف تعمل ايه في حياتك، مش عارف تروح مثلا في انهي اتجاه، فبالتالي حاسس ان انت مزنوق. الكارت ده معرفش هتشوفوه معايا ولا لأ، بس هنا مكتوب في العلامة هنا one way، يعني مكتوب one way، وفي هنا تاكسيات رايحة كده والتاكسي ده رايح كده. ممكن تكون حاسس ان انت حياتك كأنها او كأنك مجبر ان انت تمشي في طريق معين هو الوان واي ده. والدنيا مثلا ممكن تكون شايف ان الدنيا جميلة وحلوة خصوصا مع الآخرين وسهلة وماشية، بس انت مجبر رايح في حتة تانية. طبعا مش كل الكلام ده يكون يعني بالظبط منطبق عليك، يكفي شعور واحد، او لو انت حاسس باحساس كارت معين وبطريقة مفسرة بطريقة تانية، دي برضو ممكن تكون العلامة اللي ليك ان دي البايل بتاعتك. دلوقتي مع السؤال التاني، وهو ايه اللي ناقصك، ايه اللي محتاج تعمله او تعرفه علشان تخرج من الحالة دي. خلي الكروت هنا، هنفنط برضو الكروت كده وهسحب عشوائي ونشوف ايه اللي هيطلع. اوكي، طيب انا رتبت الكروت، تعالوا كده نشوف مع بعض. السؤال التاني معانا، ايه اللي ناقصك، ايه اللي محتاج تعمله او محتاج تعرفه بس تعمله اكتر. خلينا، بحب دايما نكون ايه عمليين. اول كارت هنا في لستة طويلة بيقولك كود دو الحاجات اللي اقدر اعملها، بعد كده شود دو لست تانية اترخصت، وبعد كده حاجة واحدة اللي هي must do. بيقولك not everything is a priority، يعني مش كل حاجة هي أولوية. فلو انت عندك احتمالات كتيرة او حاجات كتيرة هتقدر تعملها، فبالتالي الحاجات دي اكتبها عادي، ثم بعد كده تقدر ان انت تبتدي تقلصها وتعمل قائمة تانية الحاجات اللي انا مفروض اعملها. بعد كده القائمة دي هتاخد منها حتى لو حاجة واحدة وتقولي هي دي اللي لازم اعملها. وبيقولك تاني مش كل حاجة هي أولوية، كل الحاجات التانية دي تقدر تعملها بعدين، تقدر تخليها أهداف السنة الجاية، تقدر يعني وتفر بقى على حسب حياتك. بس في الآخر أعتقد الكارت ده كده معناه إن أنت محتاج تتحرك.
يعني الفكرة هنا، يعني تاني لو قلنا ان ده حالتك قبل كده، وهنا واحد عمال بيفكر وبيقول انا مش قادر، ان انا I don't want to come down، انا مش قادر انزل، انا مش قادر اعمل حاجة، او قاعد في الافكار، فالكارت ده بيقول انت محتاج تتحرك. تاني كارت هنا في طائر طاير اهو، وفي هنا تقريبا ده بقر او حاجة. بيقول هنا such loneliness، اللي هو يعني يا على الوحدة، وهنا يا على الحرية. فهنا اعتقد ده انت، ودلوقتي على حسب بقى هنا، يعني ده هنقول ذاتك الداخلية. بص على ذاتك على حسب وجهة النظر، حياتك هتتغير بحسب وجهة نظرك عن نفسك. انت ممكن تكون قاعد لوحدك، بس يا اما هتشوف نفسك ان دي وحدة، او ان انت لوحدك فقادر تتحرك براحتك، فدي حرية. فعلى حسب وجهة نظرك لحالتك تقدر تحدد انت رايح في انهي اتجاه. فتاني راجع وجهة نظرك وعيد تقييم حياتك بشكل مختلف، واعتقد يكون هنا اكتر ايجابية. هنا تاني بيقولك اهو wheel of change، تغيير. هنا بيقولك change وkeep، ايه الحاجات اللي هغيرها وايه الحاجات اللي اخليها. تقدر تبص برضو كده معايا على الكارت ثواني وتشوف عينك اصلا رايحة فين. هنا مكتوب create، تخلق، preserve، تسيب او تحتفظ، accept، تتقبل، و eliminate، ينحي او يلغي. هنا مكتوب adding او inventing، الواحد يزود حاجة او ان هو يخترع حاجة. preserving اللي انا هسيبه. بيقولك improving، في حاجة هحسنها، هحط هنا حاجة هتحسنها، او maintaining تقريبا، دي كلمة maintaining اللي هي يعني يحافظ عليها، او تقريبا يحافظ عليها، او يعني هيسيبها مستمرة زي ما هي. بعد كده accept انها هتتقبل الديلينج، هتتقبل التأخير، او making peace، او ان انت تتصالح او تعمل سلام مع حاجة. ثم بعد كده eliminate ان انت يلغيه، eradicating، reducing. الحاجات هنا هتحط فيها الحاجات اللي انت محتاج تلغيها. النموذج ده ممكن تقدر تاخده كوبي بيست كده عندك مثلا في كشكول او مدونة بتاعتك وتكتبه تاني. فهنا لغاية دلوقتي الكارتين دول بيقولوا ان انت محتاج تتغير، وده محتاج تبتدي تنفذ. فالاتنين دول معناهم التغيير اعتقد في حياتك، يعني الطاقة دي محتاجة تتغير، فنغيرها بالطريقة دي. تعمل ايه تاني اللي انت محتاج تعرفه او تعمله؟ بيقولك past is long gone، الماضي راح. eternal now، مفيش غير الآن هو الوحيد الموجود. is the moment this moment is all there is، الحاضر هو اللحظة الوحيدة اللي موجودة دلوقتي، والفيوتشر المستقبل هو لسه ما اتخلقش. فبيقولك بالبلدي ركز في دلوقتي. الكارت ده بيقولك create connections، يعني اعمل علاقات. create متكررة هنا مرتين، قد يكون دي الحاجة اللي انت محتاج تعملها، او بالذات يعني تركز عليها. وعيني جاية على الفراشة، والفراشة دايما بتبقى بترمز للتحول، لانها دايما بتبقى يرقة في الاول، وطبعا بتاخد مراحل التغيير كله، فتبقى في الاخر فراشة اللي هو كائن تاني خالص. فاعتقد للمرة التانية انت محتاج التغيير، والتغيير ده اعتقد يستلزم حتة اللي هو الخلق، وان انت تخلق حاجة. اعتقد قد تكون لو زي هناخد الفراشة بقى، فالفراشة هنا رمز تغيير، يعني هتعمل حاجة ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في فراشات هنا تاني اول مرة اخد بالي. دي ده الجديدة لسه طبعاها، ف لسه اول مرة استعملها. فتاني اخدت بالي فراشات هنا تقريبا شبه بعض جدا. فتاني فكرة ان انت تخلق حاجة. بيقولك هنا fill your cup، املى حياتك بقى ايه باللي انت محتاجه. تعالى تاني اقولك هنا rest، ارتاح، gratitude، الحمد،
او انت تشوف يعني الحاجات الايجابيه في حياتك. مديتيشن، التامل. سيلف لاف، حب الذات. كرييت، تاني مره، لا تالت مره. فريندشيب، الصداقه، وهنا كان بيقول لك كرييت كونكشنز. بلاي، العب. learning، تعلم. exercise، مارس رياضه. nourishment، تغذيه. laughter، ضحك. nature، تخرج في الطبيعه. قد تكون دي حاجات ان انت ممكن تكون برضو محتاج انت تعملها، لان دي حاجات شخصية اكتر. فممكن تكون لو انت مثلا حتى بتسأل على الشغل، فالشغل جزء منه ان انت تعمل او تخلق مثلا حاجات جديدة، وفي نفس الوقت تحافظ على توازنك الداخلي، بان انت تعمل برضو حاجات جديدة في حياتك الشخصية. لو انت الشغل تمام، يبقى ده بيركز على الحياة الشخصية اكتر. الكارت ده بيقولك مفيش حاجة هتتغير لو انت ما غيرتش حاجة. يعني ايه؟ يعني بيقولك لو انت دلوقتي مثلا استواني، لسه انا ملاحظة تاني مكتوب جوه النحلة دي بي the change هنا تاني. change جت مرتين، وكريت جت 3 مرات. اوكي. طيب الكارت ده بيقولك ايه؟ الكارت ده بيقولك ان انت لو ما غيرتش حاجه في حياتك، فبالتالي مفيش حاجه تتغير. يعني تاني، لو انت حياتك فاضيه وبيقولك هنا اعمل حاجات، فانت لو ما عملتش الحاجات دي، ما هتفضل زي ما انت في الطاقه القديمه دي، ان انت مش عاجبك حالك، وان انت حاسس انك محبوس، وما عارفش مش عارف تشوف الطاقه الايجابيه، محبوس في ايا كان بقى موقعك الحالي يعني، وكل الطاقه اللي احنا قلناها دي. فبالتالي انت محتاج هنا تغير حاجه. فبالتالي لو عايز تطبق التغيير ده، ممكن ترجع تعمل تاني الكارت ده، انها تقدر تكتب ايه الحاجات اللي انا اقدر اغيرها، ايه الحاجات اللي انا لازم اغيرها، وفي حاجة واحدة بس هي اللي فعلا هتقوم تغيرها. ممكن تطبق النموذج ده على موضوع التغيير. بنت، دي كارت بنت قاعدة تشتغل. مكتوب هنا ويكلي تقريبا بلانر، وفي هنا get a girl boss build your own empire. لو الموضوع فعلا تاني خاص بالشغل، فاعتقد تسأل نفسك، او هات ورقة وقلم يعني واكتب ايه هي، لو انا عايز ابني زي امباير كده، امبراطورية، يعني انا عايز ابني لنفسي الحياة الكويسة، ايه اللي انا اقدر اعمله، او الشكل، او بلاش ايه اللي اقدر اعمله، ايه اللي اقدر اعمله ممكن ناخد النموذج ده. لكن هنا ممكن تكتب هو اصلا ايه الامباير دي، هيبقى شكلها هيعمل ايه. زي مثلا باخد اجازات كتير، مثلا هل عندي علاقات كتيرة، هل عندي فلوس كتيرة مثلا في البنك، هل عندي علاقات مثلا عميقة، هل هبقى شكلي متجوز مثلا. ايا كان ايه هي الامباير بتاعك دي، هات ورقة وقلم واكتب ايه هو اصلا شكل الحياة اللي انت عايز تعيشه. ومن هنا تقدر بقى تبتدي ايه، تنطلق وتعمل التغيير بانك تعمل الليستة دي. واخر حاجة معانا تاني هنا the thinker. بص، حد قاعد بيفكر ما بيعملش حاجة. هنا ده دور قام مشي واتحرك. فتاني موضوع التغيير وان انت تعمل حاجة، يعني ادي هنا ادي كارت 2 3 4 5 6، وممكن نقول 7. يعني 7 كروت من كل ال9 دول بيقولوا لك اتغير، ولازم تغير او تحرك حاجة. بجانب كل ده، في عندك بيقول لك ركز في الحاضر، ان خلاص بقى سيبك من الماضي، خليك في الحاضر، ومفيش اصلا المستقبل هو عبارة عن دلوقتي، اللي هو eternal now. النهاردة هيفضل موجود، النهاردة بعد كده هيتحول للماضي، والمستقبل هو الحاضر بس بتاع بكرة. فركز في دلوقتي بس، بالبلدي كده. زائد انك تشوف نفسك من وجهة نظر تانية جديدة مختلفة، تؤمن ان انت حر. يعني لو انت هنا قاعد فوق وقاعد قافل على نفسك، وانا مش عايز اتغير، وانا مش عايز اعمل حاجة، وانا مش عارف ايه، فخلاص ما انت هنا فعلا هتبقى قاعد كأنك لونلي، انت قاعد وحيد، في حين ان انت اصلا في ايدك الحرية.
دي رسالة ممكن نعتبرها إضافية، بيقولك trust your crazy ideas. لو عندك أفكار مجنونة تقدر تطبق عليها النموذج ده. بيقولك هنا life is messy but so is glitter. الحياة عشوائية أو عبثية ولكن كذلك الجليتر اللي بيلمع ده. sometimes the mess is worth it, hang in there. ساعات الفوضى دي بتبقى ممكن نقول مهمة وفيها قيمة، فبالتالي اصبر وهتعرف يمكن بعد كده قيمة اللي انت فيه ده. شكرا ليك. لو في اي حاجة منطبقة على الطاقة بتاعتك يا ريت تكتب لي في الكومنتات ان ده فعلا منطبق، بس كده، مش لازم اي تفاصيل شخصية علشان البرايفسي بتاعت كل واحد، ولكن مهم ليا اعرف الى اي مدى انا لقطت الطاقة بتاعتك. اشوفك المرة الجاية في الفيديو الجاي. باي باي. المجموعة التانية اللي اختارت هذه الشلب الصغيرة دي القراية بتاعتك. خليها هنا. هنبتدي الأول بأول سؤال. حالتك دلوقتي ايه؟ هتبقى انرجي تشيك ان يعني. نشوف الطاقة بتاعتك عاملة ايه. لو الطاقة دي مظبوطة او متشابهة ليها اعرف ان القراية دي بتاعتك. لو مش متشابهة او ما لقيتش فيها نفسك خالص يبقى القراية دي مش بتاعتك. كفاية كده. ممكن نحط دي كمان هنا. اوكي طيب. الكارت الاولاني معانا بيقولك the kindness we extend to others. العطف او الطيبة اللي بنمدها للاخرين بتسمع في الكون كله. طيب ممكن تكون هنا ان انت حاسس ان انت الطيبة او الحنية او الفعل الايجابي اللي انت بتعمله ايا كان بقى طيبة او حنية او عطف او ايا كان يعني الفعل بتاعك ما بتلاقيش المردود بتاعه. او ممكن تكون ان انت حاسس ان انت عايش في دوائر، يعني في كارما كده انت قاعد بتلف وتدور فيها. كل شوية مثلا تدخل في علاقات، العلاقة تبوظ تخلص. بتدخل في الشغل ده ما يعجبكش تقوم سايبه وماشي. ايا كان الموقع يعني او الحالة بتاعتك، بس في مثلا ممكن تكون حالة بتدخلها تقفل في الاخر، وفي الاخر ايه ترجع تدخل تجربة جديدة يحصل نفس الكلام وخلاص على كده. بص معايا على الكروت دي، نشوف برضو عينك جت على ايه. انا عيني جت على هلب. ممكن تكون محتاج مساعدة في حاجة، خصوصا لو انت حالك واقف يعني. ممكن تكون حاسس بالصبر او مش حاسس بالصبر بقى، يعني ده انت عايز تصبر فانت حاليا مش صابر. عيني جت على سترينث برضو اللي هو القوة، فممكن تكون حاسس انك مش قوي او ده اللي انت محتاجه. ممكن اي كلمة من الكلام ده تكون هو اللي انت عايزه او محتاجه. الكارت ده بيقولك I'm not anti social I am anti bullshit. يعني انا مش انا مش ضد ان انا ابقى اجتماعي، ولكن انا ضد يعني ايه، خلينا نقول الكلام الفارغ. او زي ما تقول كده اللي هو عته الناس مثلا. فممكن يكون ده الاتيتيود بتاعك حاليا، اللي هو انا عامل كده يعني وماليش دعوه، او
مش عايزه اتعامل مع بشر، مش عايزه اتعامل مع تخلف الاخرين مثلا. لو دي كلمه مثلا برضو بتقولها. مش لازم طبعا تكون بتدخن يعني، بس في حته كده اللي هو بعيدوا عني، او اللي هو لا مش عايزه اتعامل يعني. فممكن تكون في عزله. الكارت ده بيقول situation that turns life upside down can often shift perspective to right side up. يعني ساعات المواقف اللي بتجيلك تحس ان هي الدنيا يعني مقلوبة، هي في الاخر بتيجي علشان بالعكس تعدل رؤيتك للاشياء او للمواقف. فتاني عندي الاحساس بتاع اللي هو ان في حاجة مقلوبة، ممكن تكون حياتك مقلوبة بالشكل ده. الكارت ده بيقول انا بترجم الكلام ده علشان ممكن تكون الترجمة الحرفية هي اللي يعني بتسمع معاك، فهي دي الحالة فعلا بتاعتك زي ما هي مكتوبة. وهو ده الكلام اللي انت بتقوله لنفسك، او ان الكلام بقى اللي انا بترجمه او احساسي هو ده اللي بيليق عليك اكتر. الكارت ده بيقول ايا كان اللي حصل النهاردة، انت عملت افضل حاجة عندك، وانت عديت اليوم، اتنفس بعمق وريح كده كتافك وليت جو او تخلى. ممكن يكون هنا تاني الموقف اللي انت فيه، انت ممكن ده يكون حديثك الداخلي مع نفسك. وتاني ممكن تكون بتقول هو يعني ايه افضل حاجة المفروض اعملها. ممكن تكون متوتر لو انت مش قادر تريلاكس. ممكن تكون نفسك بتنهج مثلا او حاسس بتوتر. ممكن تكون متشبث بقى بالعكس بحاجة معينة ومش قادر تسيبها. الكارت ده بيقولك we might be dead by tomorrow. ممكن نكون ميتين او هنموت بكرة. ده معناه ان ممكن تكون قلقان. ما اعتقدش انك ممكن تكون قلقان من الموت الحرفي، ولكن اعتقد ممكن تكون قلقان بسبب المستقبل، يعني قاعد بتفكر في بكره ويا ترى المفروض اعمل ايه واروح فين واجي منين، وجو القلق بتاع المستقبل ده. الكارت ده بيقول لك سكوربيو، ده ممكن يكون البرج بتاعك او برج بتاعك في طبعا بيت مال. احنا عندنا طبعا كل الابراج موجودين عندنا. بيقولك you may not want to change. انت ممكن تكون مش عايز تتغير، ولكن العالم غير رحيم وهيجبرك على كده. فممكن تكون موضوع التغيير ده انت مش عايز تتغير، وممكن تكون عايز تتغير بس مش قادر تتغير، او في حاجة ناقصة من موضوع التغيير ده. اخر حاجة هاخد الكارت ده. بيقولك المشكلة مش في المشكلة، ولكن المشكلة في تصرفك تجاه المشكلة. دلوقتي ناخد السؤال التاني بتاع ايه اللي ناقصك او ايه اللي محتاج تعمله او تحسه. خلي دول كده على جنب، فنط دول برضو كده. عايزه اعمل دي كده. نسحب دول. يلا انا عايزه ماشي. يلا كارت كمان، خلي ده هنا. طيب السؤال دلوقتي هو ايه اللي ناقصك، ايه اللي محتاج تعمله او تعرفه. بيقولك هنا your thoughts are colored by what you. هنا في love, see, do, read, hear, feel, know, want. بيقولك أفكارك بتاخد شكل اللي انت بتحبه
او بتشوفه او بتعمله او بتقراه او بتسمعه او بتحسه او بتعرفه او بتريده. فبالتالي هنا الرسالة ليك ان انت تركز على افكارك. هنا الالوان طبعا مبهجة والكلام ده يعني كلام رائع، ولكن لو انت افكارك هي السبب في اللي تخليك عايش بالطريقة دي، او انت مثلا قاعد عمال بتلف وتدور، لو قلنا مثلا دي الحالة بتاعتك وانت عمال بتلف وتدور، فانت ممكن تكون افكارك هي السبب في ده. والافكار والمشاعر عامة وتصرفاتنا لما بتتغير العالم الخارجي بيتغير بعدها. فبالتالي هنا اللي محتاج تعرفه ان افكارك محتاج تراقبها وتشوف هي متأثرة بايه، والى اي مدى هي ايجابية او سلبية. الكارت ده بيقول begin anyhow، يعني ابتدي بأي طريقة. لو انت حاسس ان انت تايه بطريقة عملية، زي مثلا لو قلنا تاني هنا انت عمال بتلف وتدور مثلا مش عارف تعمل ايه، زي مثلا في موقف ما، بيقولك ابتدي من اي حتة، ابتدي من اي طريقة، ابتدي من اي حاجة، من اي فرصة حتى قدامك. لو انت قلنا ان انت هنا خايف من المستقبل ومش عارف تعمل ايه لدرجة ان انت مثلا مش عارف تعمل حاجة، فخلاص ابتدي باللي موجود متاح دلوقتي عندك. لو انت قلنا ان انت يعني مش عايز تتكلم مع ناس معينة وانت مش بتحب الهري بتاعهم والكلام ده، فخلاص ابتدي دلوقتي بالناس القريبة منك اللي انت مطمن ليهم. الفكرة هنا ان انت تبتدي. الكارت ده بيوحيلي بالسلام وبالاطمئنان والهدوء والسكينة. ممكن تكون ده اللي انت حاسه او محتاج ان انت تحسه. بس هي جسمها عبارة عن قلب، والقلب سايب ال ال الحمام طبعا بيقولك بيدل على السلام، بيدخل من وسطها كأنها بتقول أنا أسمح للسلام إنه يعدي من خلالي، أنا أسمح لنفسي إن أنا أحس أصلا بالسلام. المجموعة دي على عكس المجموعة اللي فاتت، يعني المجموعة اللي فاتت كانت عملية أكتر، المجموعة دي حساها مركزة على الإحساس أكتر، وفي هنا أحاسيس متضاربة. يعني أعتقد ناس كتيرة يعني مواقفها كتير مختلفة، وهنا في دايما مشاعر، يعني هنا متلخبط، هنا مشاعر، هنا مشاعر بس زي مثلا اجتماعية، قلق عن المستقبل، I did my best، ولا ان انا هنا عملت اللي عليا، السيتويشن. وفي هنا برسبكتيف مختلف، دي الحاجة الوحيدة ما فيهاش مشاعر، ودي هنا تغيير عملي، دي عملية. ودي هنا برضو الاتيتيود، يعني ده وده. خلينا نشيل دي على جنب كده. دول عملي، ودي ممكن، وده برسبكتيف الوحيد اللي هو وجهة نظر، الباقي مشاعر. هنا كده. فلغاية دلوقتي ده برضو مشاعر 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 مشاعر. كارت بيقول the universe salutes you، اليونيفرس بيحييك، الكون بيحييك. ممكن تكون حاسس ان انت لوحدك، ممكن تكون شايف ان انا ربنا مش معايا، الكون ده مفيهوش حد، الدنيا عشوائية، انا مفيش حد معايا، لا اللي هو انا لوحدي تماما. في حين الكارت ده بيقولك لا، مهما كنت شايف حتى الحياة عشوائية، فالعشوائية دي مركزة معاك وبتقولك حتى برضه انا معاك، ومش بتخلي حياتك عشوائية. يعني هي مش الموضوع بيقولك ان حياتك انت اللي عشوائية، لا، الكارت بيقولك الكون معاك. و في افتكرت دلوقتي فيديو، هو انا لسه الصراحة انا لسه بصراحة ما شفتوش، ولكن
بيقول يعني فيديو على اليوتيوب بعنوان هل الذرات واعية؟ هل الذرات نفسها واعية؟ واعتقد لو السؤال ده اتسأل يبقى معناه ان الفيديو بيقول غالبا الذرات واعية، وحتى ما يعني مثلا الورق او الكروت دي تعتبر واعية. حاول اشوف الفيديو واحطه في الديسكريبشن بوكس لو بيفيدك. حاجة تانية حسيتها من الكارت ده، انت ممكن تكون عامل كده، يعني ممكن تكون من جواك حاسس ان انت فوضى. يعني بص هنا، لو قلنا ان انت عمال بتلف وتدور وحاسس ان الدنيا دايخ، انت هنا نفس الدواير برضو. فاللي هو لو انت حاسس بعشوائية فلا، بيقولك الكون معاك، ومهما العشوائية دي يعني كنت شايفها من بره عشوائية، فلا، العشوائية دي حتى جواها نظام. افتكرت برضو فيديو دلوقتي بيقولك، كان بيقول برضو كمثال على ورق الشجر. ورق الشجر لو بصيت عليه من بعيد هتلاقي شجر ورق، يعني الشجرة مثلا طالعة كده، بعد كده في ايه، ورق بقى كتير 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 كتير، كأنه شبه عشوائي. ولكن لو جيت للفرع وبصيت على التفاصيل بتاعه هتلاقي ان كل ورقة بتنمو برتم معين وشكل معين. الشكل ده ممكن يكون حتى كمان هندسي. فاللي هو لا، حتى في العشوائية من بره جواها نظام. وانا بالنسبة لي دي اكتر حاجات اللي هو يعني منطقيا وعقلانيا اثبات على وجود ربنا او خالق بشكل عام. اللي هو اذا كان هناك نظام، اذا هناك وضع للنظام. زي الكمبيوتر بالظبط، الكمبيوتر ده كله برمجة ومحدش فاهم فيه حاجة، بس في الاخر هو مين اللي عمله؟ بني ادم. فحتى لو اليونيفرس ده انت شايف ان ده حاجة عشوائية، لا، حتى اللي حاطط عشوائية دي اكيد في حد حاططها ببساطة. اخر حاجة قبل الكارت ده، قد تكون انت مش فاهم العشوائية، ولكن هي في حكمة اكيد، والحكمة ما بتتشافش غير بعد فترة. يعني يحضرني سورة الكهف، قصة سيدنا موسى والقدر. القصة دي بالخلاصة فيها طبعا اكتر من درس، ولكن الجزء او درس منها اللي الاحداث بتحصل كبداية منبقاش فاهمين حاجة بعد ما الاحداث بتحصل، بعد كده بنتعلم الدرس، وفي الاخر بنشوف الحكمة. لو انت في الاول ان انت باصص بس على اول حتة بتاعت ان الدنيا دي عشوائية وما عرفش ملهاش لازمة ومش عارف ايه، ممكن تكون مش صابر. احنا ثواني، احنا قلنا هنا patience اهو، فينا كلمة الصبر. ممكن تكون انت قاعد مركز في حتة اللي هو الدنيا عشوائية، او ان انا مش فاهم اللي بيحصل، او قاعد زعلان او وسايب العملية الباقية اللي موجودة. ان في الاخر احنا مش هنشوف الدرس غير بعد ما نفهمه، ونفهم في الاخر الحكمة. هي الحكمة بتيجي من الاخر، انا مش بالاول اللي هو فهمني الحكمة عشان اعمل باقي، لا، انت هنمشي بالباقي وغصب عننا، وفي الاخر احنا هنفهم الحكمة. وده فكرني بالكارت ده بتاع ان انت مش عايز تتغير. يعني لو انت فعلا مش عايز تتغير، فبيقولك الكون مش هيرحمك او مش هيسامحك، وهيعمله لك غصبا عنك. فبالتالي استسلم التغيير. انا حاسه اني معرفش قاسيه شويه في الكارت ده ورغيت فيه كتير قوي، بس ده جزء من حكمة الحياة، ان احنا اصلا جايين نتغير. ومع الاسف ناس كتيرة مش فاهمة ان ده جزء من الحياة. انا كل واحد بيفتكر ان هو انا كده وشخصيتي كده، هو ده خلصنا. لا، احنا بنتولد بمنظر وبشكل، والحياة بتبقى عاملة زي الكاتاليست كده، اللي هو في الكيمياء، علشان في الاخر يغيرنا ونبقى حاجة تانية، حاجة ناضجة اكتر. الكارت ده ريمايندر، ولا تهنوا ولا تحزنوا. مش فاكره الايه دي من ايه، من انهي سوره بالظبط. بس فيها طبطبه طبعا على كل الحاله اللي انت حاسسها هنا. وتكمله الايه دي لو انا فاكراها صح، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون.
في الاخر انت هتنتصر على ايا كان بقى اللي انت بتمر بيه، واللي انت عايزه هتاخده. دي عمل زي الدواء، بيقولك fast acting positive vibes good juju love and light take as needed. اوكي، الكارت ده يعني اللي فهمته منه كأنه زي دواء، او حتى معرفش جاي على بالي كلمة تصبيرة، ان انت تشوف البوزيتيف فايبس. يعني مثلا خلينا نقول لو انت هنا قاعد عمال بتقول ام انتي سوشيال وانتي بولشيت ومش عارف ايه، فبالتالي روح للناس اللي بيدولك البوزيتيف فايبس. يعني ماشي لو انت في ناس مش هنقول بالبلدي مش لاقيين عليك، مش صحابك، مش نفس المود او نفس المزاج، تمام، فيهم صفات مش حلوه، خلاص روح للناس اللي ليهم صفات حلوه. مش لازم تبقى تعزل نفسك خالص يا ما اعرفش حد، يا اما ان انا قاعد مع كل الناس حتى لو هما ناس مش شبهي، هي مش يا يمين يا شمال. فبالتالي خد الحاجه البوزيتيف من اللي انت محتاجها بشكل عام. الكارت ده برضو هو نفسه بالنسبه لي الكارت ده. يعني الكارت ده كان بيقولك ان المواقف ممكن تكون جايلك تقلب لك حياتك، ولكن علشان تعدل البرسبكتيف بتاعك. فممكن يكون البرسبكتيف بتاعك هو ان انت بس ما تبصش على الحاجات الوحشة وتبص على الحاجات الحلوة. واخيرا بيقولك ده behavior iceberg، بيقولك التصرفات بتبقى ناتجة او فيها هنقول قسمين. القسم الاولاني كده ان انت من فوق دي الاوبزرفبل، الحاجات اللي انت شايفها. تصرفات الاخرين بتبقى باينه من كده، انا شايف التصرفات بتاعتهم وشايف الريزلتس، نتائج تصرفاتهم. ولكن تحت التصرفات دي بيبقى في حاجات هنا انفيزبل مش باينه، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي البيليفز، ال 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 الايمان بتاعهم، او ايا كان المعتقدات والقناعات بتاعتهم، الفاليوز، القناعات بتاعتهم او القيم بتاعتهم، الثينكينج بتاعهم، طرق التفكير، والايموشنز، المشاعر. كل ده بيتراكم على بعضه اللي بينتج في الاخر لبيهيفير، التصرفات، واللي هي في الاخر بنشوف الريزلت. فبالتالي معرفش ليه انا قلت عليهم، بس لو انت بتتعامل مع ناس تاني، لو هنقول هنا نفس الكلام بتاع الانتي سوشيال وبتاع، فخلاص انت هنا شايف طبعا من فوق الريزلتس والبيهيفير، انت مش شايف طبعا كل ده. وفي الاخر انت ممكن كل ده لا يعنيك، ممكن تكون يعنيك البيهيفير فقط، احنا مش هنفضل نمشي نحلل الناس. ولكن هنرجع تاني ان انت مش عاجبك التصرفات بتاعتهم، خلاص سيبهم وشوف حد تاني. ده ممكن نقول برضو ان انت لو بتتعامل مع ناس محتاج، لا وخصوصا لو ناس مثلا قريبين زي اهلك او صحابك القريبين او ايا كان، ممكن يعني تاخد في اعتبارك ان كل واحد دي المقومات بتاعته. فسي مثلا حد بتتكلم معاه واعترض معاك على حاجة او وجهة نظر، فاعرف ان وجهة النظر او التصرفات بتاعته وراه كل ده، وراه كل اللي احنا قلنا عليه ده. قد تكون ان انت نفسك بقى، بما ان السؤال الاساسي كان ايه اللي ناقصك او ايه اللي محتاج تعمله او تعرفه، ان انت ممكن تكون تراعي كل ده فيك انت. يعني ممكن تكون ان انت محتاج ان انت يعني ايه، تيجي وانت بتتعامل مع ناس ممكن تاخد بالك من البيهيفيرز بتاعتك، هتطلع ازاي قدامهم، تمام. ممكن تكون مركز على الايموشنز ومشاعرك ومش عارف ايه والفاليوز، وقاعد بتقول لا اصلا انا قيمي كويسه، واصلا انا معرفش عامل ازاي وانا انسان كويس مثلا، بس في الاخر انت مش عارف كل ده توقعاته على الاخر هتبقى ايه، كل ده مردوده على الاخر يبقى ايه. ممكن يعني تبقى انسان كويس جدا، بس في الاخر هو هيبقى مردوده عن يعني رؤيته ليك حاجه لا مش كويسه.
فخد بالك انا لما باجي اتصرف انا بتصرف ازاي، بتصرف على اي اساس بتصرف، وكل ده النتيجة هتبقى عاملة ازاي، ايه الانفيزبل عندي، إيه الحاجات اللي من جوه. ممكن تكون محتاج تجيب ورقة وقلم وتركز على الكلام ده، ان انت تكتب ايه هي قناعاتك وايه هي قيمك وبتفكر ازاي ومشاعرك عاملة ازاي، وده في الاخر بيطلع عامل ازاي. معلش القطة بتاعتي جت بوظت الدنيا، بس هي جت تقول لكم واي. آم، اعتقد دي اكتر حاجات خلاص كده ايه آه، محتاج تعرفها. اعتقد مش ان انت يمكن تعملها قوي على عكس تاني المجموعة الاولى. لو انت مشدود المجموعة الاولى طبعا ايه تقدر تشوف الاتنين. آم، اه اخر كارت ده كان محطوط هنا، ولكن كنت معرفش حابة تشوفه برضو معايا. الكارت ده بيقولك هو اماي وسيرش. ممكن تكون لسه بتكون نفسك او بتعرف نفسك، وخلينا نقول ان اي حد هيفضل يعني لغاية يوم مماته بيعرف نفسه، ومحتاج كل فترة اللي يرجع يسأل نفسه هو انا مين. وانا مين دي بالنسبة لي ممكن تكون عايز او محتاج تعرف نفسك بانك تشوف الحاجات دي جواك. هات ورقة وقلم واكتب كل حاجة من دي. تقدر طبعا تستعين بالانترنت، شات جي بي تي، اي حاجة، ان انت تقدر ايه هي المعتقدات بتيجي منين، ايه هي الفاليوز بشكل عام. تاخد في حاجات زي اختبارات عن الكلام ده. جزء من الحاجات دي هو ان انت مثلا ممكن تسأل الناس القريبين منك ايه هو انا شايفني ازاي. حتة ان الواحد يشوف نفسه دي مهمة جدا، بحيث ان الواحد بيعرفها عن طريق كذا حاجة. طبعا ان هو يبص جواه ويشوف مثلا افكاره، مشاعره، افعاله زي ما قلنا، وفي نفس الوقت مردود الكلام ده خارجيا على الناس والاخرين. في طبعا ناس هتبقى يعني مش امينة قوي او مش بتحبنا، فممكن يدوك افكار غلط عن نفسك، ولكن الناس القريبة دايما هتبقى شايفاك وبتدعمك. فبالتالي لو انت مش عارف انت مين، او انت لسه بتستكشف، او عايز حتى تثق في نفسك، تقدر تسأل الآخرين، الناس القريبة والمهمة جنبك اللي بتدعمك، انت مين. بس وفي الآخر لو الكلام ده لمس معاك ياريت تقولي في الكومنتات ان في حاجة لمست معاك، او ان هو في حاجة فادتك بشكل عام. ما تقولش طبعا اي تفاصيل علشان البرايفسي بتاعتك. لو انت حابب تقول اي تفاصيل مرحب بيك طبعا. وبس كده، اشوفك الفيديو اللي جاي. باي باي.